السلام. في الحلقة اللي فاتت شفنا بايك ويوري كانوا في ديك الحفلة، ويوري دخلت للطواليط وصمت ليه بالتليفون ديال مول الحاف. وهنا فين غنعرفو بلي يوري كدوي ماشي زيزونا، غير لعبة عليهم وصافي. فاش غتخرج يوري من الطواليط غادي يبان ليها بايك وغادي تقول ناري واقيلا السيد صافي عاق بيا. غادي يجرها وغادي يبغي يدوي معاها شويه، غيبانوا ليه الناس نازلين من الدروج، وغادي يديها لواحد البيت وغيقول ليها طلعي التليفون دابا، طلعي التليفون. هي تخلعات عند بالها عاق بها شويه، هو يقول لها زعما جبدي التليفون ديالك كتبي ليا، واش البارح طرات لك شي حاجه خايبه؟ هي صافي غتجبد التليفون ديالها وغتكتب ليها، تعاودت ليه كلشي من طقطق السلام عليكم. فاش رجعوا للدار دخلت للبيت ديالها وبدات كتصنت على التليفون ديال بايك، حيت هاكات ليه التليفون. مهم وخبات داك التليفون اللي خدات من عند مول الحاف خباتو في الصاك ديالها. شويه هو يدخل عليها بايك مدرم، السيد ما دق الباب ما والو، دخل عليها مدرم. هي تخلعات شويه، هو يهز ليها الصاك ديالها جراتو منو، قال لها بغيتي غير السوار ديال الطوموبيل. صافي عطاتهم ليه بحال هكا وهو يهبط لتحت، شاف الطوموبيل ديالها وبانت ليه الطوموبيل كلها مدمغه كلها مجروحه. شويه يوري وهي تفكر بلي راه كاينه الكاميرا في الطوموبيل وهبطت عنده كتجري، ولكن عندها الزهر الكاميرا كانت خاسره وما سجلت حتى شي حاجه. يوري وبايك كانوا واقفين في الباركينغ كيهضروا، شويه هو يجي واحد مول الموطور وكان غادي يدخل في يوري. في الدقيقه 90 بايك جرها وقدر يعتقها. شويه هو يقول لها بايك شوف يا يوري ما ديريش في بالك، راك مزوجه بواحد الراجل اللي عنده الفلوس كالروس، راه والو غنشري لك طوموبيله واحده اخرى. وهي تجبد التليفون ديالها وكتبات ليه خويا انا ما بغيت والو، بغيت عاد التيقار. لغت ليه بايك مشى يتعشى مع مو في واحد الريستو هاي كلاس، وهي تقول ليه شوف ولدي راه خاصك تكون راجل ونص وتجلس مرتك من الخدمه. ويقول لها بايك واش من نيتك الوالده، واش انا زعما راجل قدي ومقامي وعنديش لا فلوس كاين روز وغنطمع في دوك جوج دريال اللي كتاخد مرتي، واش من نيتك؟ قالت ليه لا ماشي هكاك، راه الا عرفوا الناس راه غادي يضحكوا عليك، غيقولوا شوف راجل قدو ومقامو ومرتو خدامه ومن الفوق كتاخد جوج دريال، راه هذه هي المشكله. هو يقول لها شوفي ما تخافيش الوالده حتى شي حد ما غادي يعرف، ونزيدك اصلا كل ما كاينش باه عاون الوالد ديالي راه كاع ما نوصل لهاد العز هذا. صافي مسكتات. نغت ليه بايك مشى للخدمه ديالو وجاب له السكرتير ديالو سميتو بارك التسجيلات ديال الكاميرا ديال داك الشارع اللي طرا داكشي فيه اليوري، ولكن حتى شي حاجه ما بانت ليهم، ما كانت حتى شي حاجه واضحه ولا باينه. يوري حتى هي مشات للخدمه ديالها كيف العاده، ولكن هاد المره بايك صيفط معاها كارد كور، واحد المراه اللي زعما تحضيها فين ما مشات. وعيد خلات يوري للطواليط، بقات ديك المرا حاضيها كتسناها برا. شويه يوري تعطلات، دخلت هذيك المرا كتقلب في الطواليطات حاشاكم، لقات يوري ما كايناش وهي تخرج. صافي صيفطات نيشان ميساج لبايك قالت ليه شوف اخويا راه مرتك راه ما عرفت فين كاينه راه تلفات. بايك صافي تصدم، وكان ديك الساعه في غيانيوم مابقاش كاع مسوق لداكشي اللي تيقولوا، ولا حاضي التليفون ديالو. صافي ديك السيده مشات كتقلب عليها كتقلب عليها كتقلب عليها، شويه وهي تلقاها جالسه في الشرطه كتضحك مع واحد خونا. صافي صوراتها وصيفطاتها لبايك قالت ليه شوف ها مرتك راه بخير وعلى خير، راه جالسه مع واحد خونا. هو شاف ديك التصويره هذيك ما عجبوش الحال، بغا يتفرقع جاتو الغيره. داك السيد اللي كان جالس مع يوري حتى هو كيخدم في داكشي ديال لغه الاشاره، ودابا جا وغيبدا الخدمه معاها، وهو اصلا كانت كتعرفو حيت كان كيقرا معاها شحال هادي. خداو النواب ديال بعضياتهم، صافي كل واحد مشى فحالو. يوري فاش رجعت للدار سونات ثاني البايك بالتليفون ديال مول الحاف وقالت ليه شوف حسن لك تقول للناس والصحافه باللي يوري هي مرتك، ولا غادي نشوبك وغادي نفضحك وما غيعجبك حال. وغيقطع عليها بايك مشى نيشان عند بارك ويقول ليه راه السيد اللي كيصوني عليك راه السينيال ديال التليفون ديالو راه كاين حتى الدار ديالك. صافي بايك تخلع هز طوموبيلتو مشى نيشان كيجري للدار. فاش دخل للدار لقى يوري ناعسه، هي الصراحه ما كانتش ناعسه، غير شاف سبايك داخل وهي دير راسها ناعسه. هو يمشي قال انا نشرب شويه ديال عصير الواين راه كيساعد على النعاس وداكشي، بدا كيشرب فيه شويه وهو يشوف الطبله وهو يتفكر هذه 3 سنين. كندخل للدار ولقى يوري جالسه كتشرب عصير الواين اللذيذ وجالسه كتاكل العشاء ديالها، وجلس زعما بغا يشارك معاها الطعام. شويه وهي تقول ليه نو نو كعيونو غنوضو غنشطحو، نوض كيشطح معاها شويه. صافي السيد تعصب حيت هي من الخدمه اصلا، ويقول لها اصلا هو ديما معصب، ويقول لها شوف اختي انا ما بغيتش نشطح. قالت ليه لا ضروري خصنا نشطح. قال لها شوفي دار فيها وقال لها شوف انا ما باغيك ما والو، انا كنت باغي نتزوج باختك ساعه خرجتي ليا انت في عودي، انا كون عرفتك هكا كاع ما نتزوج بك. وخلاها ومشى بحالو. نغد ليه الصباح بايك ناض بكري وخويو رفاقت هو يقول لها يلا نوجدوا الفطور، وبداو كيوجدوا الفطور بجوج، وكان ظريف بزاف سبحان مبدل الاحوال.
شويه هو يقول لها يوري شكون داك السيد اللي كنتي جالسه معاه البارح، وهي تجبد التليفون هاك تبات له هذاك راه غير كان كيقرا معايا وغيبدا معنا الخدمه هادشي اللي كاين. موراها يوري مشات تشوف باها اللي مسكين جالس في واحد السبيطار وباينه مسكين مريض ونسى على كل شيء، وهي دينا الشرطه وجلست معاه وبدات كدوي معاه. شويه هو عيط ليها بسميت امها. صافي يوري تعصفات وبدات كتبكي وقالت ليه بابا راه ماما رماتك هنايا وخلاتك ونساتك ومبقاتش كاع كتسول فيك وقالت للناس بلي انت متي، راه خصك تنساها كيف ما نساتك، ما تنساناش حنا، نساها هي. موراها يوري بغات تبدل الجو شويه وتفرح شويه، وهي تهز التليفون ديال مول الحاف وصلت عاوتاني البايك، ولكن هاد المره قطع عليها كاع ما تصلها. صافي رجعت للدار وبقات كتسناه، والليل كامل وهي كتسناه ما جاش، نعست بلاصتها في الصاله. وفاش فاقت الغد ليه الصباح عرفاتو بلي ما رجعش للدار، وهي تحل التلفازه باش تشوف الخبار، ويبان ليها ديك البلاصه اللي خدام فيها بايك تفرقعات فيه شي قنبول. صافي السيده تخلعات وخافت عليه بزاف، وهي تتصوني عليه والو ما تيجاوبش. شويه هو يبان ليها داخل للدار وكان معصب ومضروب ومخبوش ومدموخ، ويجي بحال هكا عندها وقال لها شوفي وقسما بالله حتى غنفضحك قدام بنادم. يوري تخلعات بزاف. غنرجعو 3 سنين للور، في النهار قبل العرس ديال بايك واخت يوري. في داك النهار هذاك بايك كان كيدوي مع اخت يوري في الليل، وكان كيدوي معاها ميساجات، وهي تقول ليه شوف انا لا غد ليه ما غاديش نكون في العرس راني غنهرب، وهو يقول لها واش غادي تزوجي مول ديك الشركه ديال السيما ولدهم زعما، وهي تقول ليه هي غادي نتزوج بيه. هو يقول لها اي والله يسهل عليك حتى غدا غادي نتزوج، ولكن ماشي بك انت، غنتزوج بختك. وهنا فين غتسالي الحلقه راه بجوج. يلا تهلاو في راسكم، الله يعاونكم.